السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل تورتايه بالسبونج البيتي من الالف للياء. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومننساش بقى نحط اللايك، ولو مش مشتركة في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ونبتدي كده. اي حد عايز ياكل تورتايه ونفسه في تورتايه بعد الفيديو ده ان شاء الله هيقوم يعملها عادي جدا بكل سهولة، مفيش أي مشكلة. لو انتي مش عندك الميزان، شايفة الكوباية المعيارية دي؟ يعني حطي كده الدقيق، امليها دقيق، خليها مليانة دقيق كده ممسوحة تمام، بس يكون مليانة. وادخليه وحطيه في قلب العجان بتاعك أو في قلب طبق، واعملي بمضرب البيض عادي، مش لازم عجين. تمام كده. البيض طبعا مطلعينه من التلاجة سقعان، ما يكونش مثلا محطوط في درجة حرارة المطبخ بقاله فترة، لا، طلعيه سقعان. وطلعي المحسن الجل برضو من التلاجة سقعان. ولو عندك مية ساقعة حطي، ما عندكش خلاص حطي من الحنفية عادي، احنا في الشتاء والجو ساقعة والمية بتبقى ساقعة. يعني احنا عايزين الحاجة تبقى ساقعة علشان الاسبونج يرفع، لان وانتي بتضربي كده في العجان بيبدأ درجة حرارته تقل، فاحنا مش عايزينها تكون درجة الحرارة بتاعته قليلة من البداية. فاحنا كده هنشغل الفرن على درجة حرارة 180 درجة الأول، وهنبتدي كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وحطينا 150 جرام من الدقيق، تمام، وحطينا 100 جرام من السكر، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر تكون مليانة. ولو عندك لبن بودر حطي معلقة صغيرة. انا المرة دي ما كانش عندي لبن بودر فما حطيتش، يعني هو حاجة مش اساسية في الوصفة، مش هتأثر فيها خالص. هتحطي كمان 3 بيضات، عليهم معلقة كبيرة من الخل، وعليهم نقطتين كده من الفانيليا. لو ما عندكيش فانيليا سايلة حطي باكو فانيليا. وكمان معلقة صغيرة من المحسن الجل، وتكون المعلقة دي مليانة، تكون مليانة محسن جل. تمام. ده كده الفانيليا اللي معايا. ويدي كمان كده محسن الجل، هاخد منه معلقة صغيرة تكون مليانة قوي كده محسن واحطها. طبعا معايا مقدار فنجان من المية، ممكن لو هتحطي بكوباية فربع كوباية مية. ماشي، بصوا المقدار بتاع محسن الجل اللي احنا حطيناه. تمام كده. احنا لحد دلوقتي كده تمام، مفيش اي مشكلة. لو ما عندكش ميزان هنقدر نعاير بيه الكوباية. لو عندنا كوباية المعيارية دي هناخد كوباية من الدقيق، وهناخد كوباية الا ربع من السكر. والسكر ابيض حبيبات عادي، بس يكون ناعم، يعني ما يكونش الحبيبات بتاعته خشنة. كده هنوصل بالخليط لحد كده، سواء بقى في عجان او مضرب كهربائي عادي، مضرب سلك. تمام. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا دي مقاس 20، وهي الصينية شكلها كده أنا جايباها كده، يعني مش حاجة فرز أول ونضيفة، يعني لأ، أنا جايباها كده. وبصراحة كانت ب35 جنيه، فأنا قلت ليه أجيب الغالي. تمام. فدي كويسة وشغالة وبتطلعلي السبونج بتاعي حلو. وعندي واحدة تاني مقاس الأصغر. حطيت بقى فيها ورقة كده زبدة من تحت، من القاعدة من تحت. وهبتدي الورقة التانية، ورقة زبدة تانية، هقسمها نصين كده واحوط بيها الجناب. وممكن استغنى عن الجناب خالص، بس بيطلع لي يعني ايه الحلة بتاعتي نظيفة، وما بياخدش من الاسبونج كتير يعني. فهبتدي ان انا اخد الخليط الاسبونج اللي معايا ده واحطه في قلب الحله بتاعه الاسبونج. لو ما عندكيش الحله دي ممكن حله عاديه بتاعه الاكل وتشيلي منها اليد، اهم حاجه قبل ما تدخلها الفرن. او ممكن تخبزي في صاج وبعد كده تقطعي الدوائر اللي انتي عايزاها او القطر اللي انتي عايزاه حسب المقاس اللي انتي عايزاه. بس لو هتقطعي بقى كيكات وكده فهو ده كده بالنسبه لك احسن، مش هيهدر معاكي، هيطلع لك الطبقات كلها سليمة بدل ما تحطي طبقات متكسرة في النص. هبتدي ان انا بالسباتشولا او المعلقة اي حاجة كده اساوي على قد ما اقدر الخليط بتاعي قبل ما احطه في الفرن. وكمان كده هجيب بقى اي حاجة كده، فوطة ولا اي حاجة، وهبتدي ان انا اخبط عليها الحلة بتاعتي علشان خاطر اطلع كل الفراغات وكل الهواء اللي جوه، علشان ما يبقاش عامل معايا فراغات كتيرة من جوه، يبقى فيه مسامات واسعة يعني بمعنى اصح. وممكن بخلة شيش طاووق، وبتبدأي ان انتي تقلبي في الخليط كده وهو في قلب الحلة، بحيث ان هو يطلع كل الفراغات اللي فيه. دخلتها الفرن على درجة حرارة 180، كان مسبق التشغيل قبل ما ابتدي فيه التورتاية. وطلعت بالشكل الجميل ده، قعدت حوالي ساعة الا ربع. ما تفتحيش الفرن قبل نص ساعة.
هتقعد، بس هي هتقعد معاكي ساعة إلا ربع، لأن دي يعني فيها 3 طبقات، وساعات بتطلع كمان 5 طبقات على حسب الضرب اللي انت ضربتيه للخليط بتاعك. المفروض انا كنت عاملة واحدة قبل دي وطلعت معايا 5 طبقات، دي هتطلع معايا 4 طبقات. تمام كده. هبتدي ان انا اقطع الكيك بتاعي. بصي انا ظابطه المنشار ده اللي هو بيقطع ده على اخر حاجه خالص تحت، يعني السلك جايباه على الاخر خالص بعد رقم 9 كمان، يعني اول رقم بيكون 9، ده انا جايباه بعد رقم 9. هجيب بقى القاعده بتاعتي اللي انا هحط عليها التورتايه، واحط عليها حته من الكريم كده علشان خاطر اول طبقه تثبت على البورد بتاعي. حطيت كده، هاضغط عليها بس ضغطة كده بسيطة، أنا مش هاسقيه النهارده الكيك، أول مرة ما اسقيش الكيك أصلًا، بس هو بصراحة طري جدًا فمش محتاج. ولما تيجي تسقي الكيك هتسقيه بس بالشربات بس بتاع الحلويات عادي، يكون خفيف، تكوني عاملاه خفيف تسقي بيه، ما تسقيش بالكمبوت علشان طعمه بيغير طعم الكيكة. ما تسقيش بأي حاجة تاني، لأ هو خلّي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلي بس الشربات، لان هو ما بيغيرش من طعم الكيكه، بالعكس يعني بيدي طعم حلو. بس احنا الكيك بتاعنا طري، احنا بنحطه علشان يطري الكيك، بس احنا الكيك بتاعنا طري. فمش محتاج شربات، مش لازم نعمل شربات خالص. الكيكه النهارده معايا بتكون فانيليا، يعني كلها برضو هتكون فانيليا، مفيش غير دريبات في النهايه بس اللي عاملها بالشوكولاته. هزود كريمة عشان حسيت ان طبقة الكريمة خفيفة شوية، مفيش اي مشكلة زود الكريمة. وانا عاملة الكيس كده قطعاه قطع صغير، المفروض اقطعه كبير كده عشان يسهل معايا، بس اقطعاه قطع صغير علشان يعني هقول لكم انا قطعته قطع صغير ليه. تمام. تابعوني بقى وما تنسوش اللايك. انا كده حطيت الطبقة التانية، وهبتدي بقى احط عليها الكريمة بتاعتي تاني. هبتدي كده اعمل كده في ما شاء الله، يعني الطبقة حلوة برضو، سمكها كويس. هابتدي اعمل كده في الطبقات كلها، احط كريمه، مش هحط اي نكهات خالص من جوه. بس وبعد كده اي كريمه جت على الجوانب بقى هسويها، وبعدين اجيب اللون الجل ده لون غذائي مكتوب عليه روز، شوفي بقى اللون اللي انت عايزاه. جبت كيس حلواني تاني غير اللي كنت بعمل بيه الابيض عشان ده انا محتاجاه. جبت كيس تاني ورحت حاطه فيه الكريمه الروز، وهبتدي ان انا اغلف بيها الكيكه من بره. الكيكة دي في الآخر تابعوني هتلاقوا التزويق بتاعها بسيط وهادي جدا، رقيق جدا. هحط بقى الكريمة، ده الكيس ده انا فاتحاه عادي واسع، انا مش محتاجاه. فانا فتحته واسع، ممكن تستخدمي كيس تلاجة مش هيقولك لا عادي، بس لو عندك كيس حلواني استعملي براحتك، يعني اللي موجود عندك واللي متاح، ما توقفيش نفسك على اي حاجة. هبتدي ان انا حطيت بقى الكريمه اللي معايا دي كلها، والكريمه طبعا انتوا عارفين انا بحط عليها نوتيلا بيضه بتخلي طعمها تحفه جدا جدا جدا. آه، وانا حطيت 200 جرام من الكريم الشانتيه، ضربت 200 جرام من الكريم الشانتيه الخام من غير سكر. تمام. وبستعمل ماركة ريتش المتحدة، دي بصراحة أنضف حاجة أنا وصلت لها لحد دلوقتي، تحفة جدا بصراحة، ما بغير بتكون طعم الكريمة مش حلوة خالص. هابتدي بقى إن أنا يعني أمشي كده بالاسباتيولا، وجنبي طبعًا اللي هو الحلة بتاعة العجان وفيها مَيّة سخنة بتغلي، علشان خاطر كل شوية أحط الاسباتيولا فيها، وابتدي إن أنا أساوي الجناب وأساوي الوش علشان يكون شكله ناعم معايا. تمام كده. بعد كده بقى هاجيب الصوص الشوكولاتة، وامشي بقى دريبات كده، زي أنتِ ما عايزة، تتحكمي بقى في إيدِك، أنتِ عايزة الدريبات تكون كتيرة والّا قليلة، تكون قصيرة والّا، يعني على حسب أنتِ عايزة الدريبات بتاعتِك توصل لآخر التورتاية لتحت كده والّا إيه، اتحكمي بقى في إيدِك. المهم هتمشي كده على الطرف بأي شكل عشوائي كده، وتحطي الدريبات، وبعدين عايزة تحطي بقى الشوكولاتة من فوق كلها حطي، مش عايزة خلاص ابدأي بقى زوقي تزويق اللي يريحك. التورته سهلة جدا، عمايلها سهل جدا، ولو مش عندك ادوات برضو هتعمليها. انا في البداية ما كانش عندي اي ادوات خالص، وكنت بعملها بأبسط حاجة، يعني كانش عندي سباتيولا ولا عندي اي حاجة من الحاجات دي، ولا كان عندي القاعدة الدوارة دي. انا كنت بجيب حلة
باكفيها كده على وشها واحط فوقيها صينية من بتاعة الكيك تكون مقاسها اصغر اكبر من الحلة. تمام، واحطها عليه وابدأ ان انا احط الكرتونة دي او القاعدة ديت على الحلة كده من فوق او الصينية من فوق، وبعد كده ابتدي ان انا احط عليها تورتاية وازوق عادي. ما كانش عندي القاعدة الدوارة دي خالص. انا حطيت بقى الشوكولاته كده، صوص الشوكولاته بالشكل ده. بصوا بقى الكيس الابيض قلت لكم ان انا فتحته فتحه صغننه عشان خاطر ان انا هعمل بيه نقط كده صغننه بالكريم الشانتيه الابيض، يكون عامل يعني ايه، يديني كده الشكل اللي هو بتاع الكريسبي الصغير كده. مش عايزه تزويق او أعمل يعني وردات كبيرة كده بالإقماع، لأ أنا عايزة حاجات كده نقط صغننة كده تديني شكل بسيط وحلو. معايا بقى الحاجات اللي هازوّق بيها، معايا توت الأحمر ومعايا الشوكولاتاية ديّة قسّمتها كده إيه، آآ قطع كده، ومعايا طبعًا الحروف دي لوّنتها باللون الأحمر ده. شايفين بقى باهدل إيدي خالص. الألوان دي باودر، ألوان باودر تنفع مع الشوكولاتة وتنفع مع الكريمة وتنفع مع أي حاجة. ودي فرشة جديدة يعني جايباها للحاجات دي. فبدأت إن أنا ألوّن الشوكولاتة البيضا عادي، باحط الفرشة دي أحطها في مَيّة كده، وبعدين أروح حاطّاها في الباودر ده وأروح ماسحة كده. بتتعاملي معاه معاملة الأيشادو والحاجات دي. دي معايا ده wafer بيتاكل عادي، بتحطّي بقى إيه مَيّة كده في النُص كده، في نُص الفراشة عشان خاطر تطيّري الجناحات. بس هي علشان كانت محطوطة مش على كريمة ولا حاجة، مش على يعني روزيتا ولا حاجة، فبدأت الجناح ده ينزل في الآخر. طبعًا زي ما أنتم شايفين كده حتّة شوكولاتاية، حتّة توتاية يعني، وكلمة happy birthday نور. والتورتاية كانت بصراحة في منتهى الرقة والجمال. يالّا بقى قومي اتشجعي كده واعملي تورتاية كده لبيتِك، والله تحفة جدًا. أنا بقى بدأت إن أنا بعد الفيديو رُحت إيه عايدة على الشوكولاتة دي كده من فوق، سويتها من فوق حلو، ما عملتش جريبات تاني بس سويتها كده من فوق عشان كان فيها فراغات كده من فوق. تمام، ودي كانت التورتاية بتاعتي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.